في يوم الولد اللي كانت بتعتبره لعبتها جمع شجاعته وقال لها انا بحبك وعايز اجوزك، بس ردها قدام الناس كلها مسكته ضرب ونزلت على ظهره بالخرزانه. فضلت تضرب فيه لحد ما ظهره نزل دم، وقالت له ازاي لعبه زيك يفكر انه يستاهلني. فضل يعيط ويسالها ليه بتعملي فيا كده، انا بحبك ما تسيبينيش. بس هي فضلت تكسر قلبه لحد ما وقع تحت رجليها. في لحظه غضب مسك رجليها وقال هتندمي، والله هتندمي على كل لحظه اذيتيني فيها. مرت سنين وهي اتجوزت دوق وخلفت منه طفل، بس بعد كام سنه جوزها مات في حادث قطر وهي خدت مكانه في اداره اعمال العيله. وفي يوم راجل دخل القصر يجري بيقول لها ان الجيش صادر البضاعه بتاعتهم واتهموهم انهم بيشتغلوا مع العدو. وفجاه باب القصر اتكسر واللي دخل كان قائد فرقه التدخل السريع. دخل بكل برود وقال اسف على الدخول المفاجئ بس عندنا اوامر بالتفتيش. وقفت مذهوله، اللي واقف قدامها هو نفس الولد اللي زمان كانت بتهينه. قال للناس الكل يتعاون لو سمحت. قعدت قدامه سالته ازاي واحد ما بيعرفش يقرا بقى عقيد. مرضيش يرد وبدا التحقيق. الموضوع سخن، سكبت عليه شاي وقالت له ارجع لي لما يكون معاك دليل بجد. بس بعدها دخل اوضتها وجاب اكل واصر انه ياكلها بنفسه وقال لي تعودي تاكلي اللي قدامك مش اللي على مزاجك. هي ما بقتش فاهمه ازاي الولد اللي زمان ما كانش بيعرف يبص في عينيها دلوقتي بيأمرها وهي مش قادره تعمل حاجه ولا تقول لا.